عليكم، حياكم الله. هلا وكل الهلا بكل متابعيني، ويا ميت مرحبا. اليوم جبت لكم خبز نوعيته حلوة ويشهي وترف، يصير العجينة مالته كلش حلوة، والفيديو منوع. براية مالت السيدة زينب جابوها، قالوا تبركي بيها. وعلى طار الراية أحلف السيدة زينب بالحسين وبالعباس إذا ما توقف الطلاب السادس وتوفقهم وتسدد إجابتهم بحق محمد وآل محمد. وسولف لكم على الخبز وأرجع أقلكم على السيدة زينب. حبايب، الخبز طحين عادي مال الكمية أو مال الحصة، تردين تسوينه أبيض بكيفش. سمسم تحمصينه، وحبة حلوة، وحبة سودة أو حبة البركة، وصبغ اللوزينة نص خاشوقة مال شاي، وحبة حلوة طحنينها شوية، تحمينها على النار لأن بيها رطوبة، وطاسة روبة هاي الزبادي كلها تفرغينها. شوفوا يعني خليت الجاف كله سوا ويا الطحين، وخليت الروبة وخاشوقتين تقريبا دهن جنة، وعادي حتى لو ما عندك دهن جنة هم يصير زيت. بعد شنو؟ وشوية ملح وشكر. الشكر حسب الرغبة، اكو بيها ناس تحب الخبز طالع حلاته، واكو ناس تحبه قليل. انا سويته قليل. وحبايب كلش هذا الخبز طعمه حلو ويفيد، مال ريوق او مال عشاء، خاصة ويا الأجبان، ويا القيمار، راشي ودبس، كلش حلو. بس تعجبت، يعني أنا شفت الفكرة بسيطة بس ما تصورت هيك الطعم كلش طيب. شوفوا هسه أنا وياكم خطوة بخطوة أعجنه وأخليه كلش يختمر، لأن هو طعمه بالخمرة وهاي المواد تخلينها قدامكم. حبة حلوة وحبة سودة وسمسم محمص وخاشوقتين دهن جنة وشكر وخميرة بس، وخليه يختمر. هاي حبايب، وهم سويت لكم كبة موصلية وكبة تمن. بس أسولف لكم شوية على راية السيدة زينب. حبايب، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انت ونيتك. فهسه أنا من يمي الفاتحة كلها طلابنا، الله يوفقهم ويسدد إجابتهم، وأول شي يسكن من الخوف مالهم، لأن واحد إذا يخاف ما يقدر يجاوب، إذا يخاف ما يقدر ينجز العمل، إذا يخاف ما يقدر يسيطر. فأريد من بركة السيدة زينب يسدد إجابتهم ويسكن روعهم ويهدي المصححين لهم بحق محمد وآل محمد. وهذا العجين حبايبي شلون حلو صار شكله، وخاصة هذا التنور الكهربائي والله حلو يسوي الخبز. أنا خبزت شكلين، خبزت من هذا، خبزت الخبز العادي، هاي واحدة. بس تعجبنا على طعمه كلش حلو. هم دزيت الجوارين قالوا لي هذا الخبز كلش حلو. قلت لهم هذا الخبز جديد مال ريوق مال عشاء، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. حبايب، تصلين ركعتين للسيدة زينب. خلنا أسولف لكم أول مرة على الكبة شوية، ونوب أرجع أسولف لكم على السيدة زينب. حبايب، هاي الكبة تريدينها سلق تريدينها موصلية. الكبة الموصلية والسلق نفس العجينة ما تتغير. قلاصين برغل وقلاصين جريش، يعني مساويات العدد، مساويات. وأخلي بالبرغل مواد جافة. شنو خليت كاري وشوية فلفل أسود وملح، وظليت أنقع شوية شوية. آخر شي من ثرمة البصل محضرة الطعام خليت له ماي البصل للعجينة، يصير كلش حلو طعمه. هاي قلاصين جريش وقلاصين برغل، وانتي بعد بكيفك تزودي الكمية. إذا أنتم هواي تاخذين لك شوية كمية صغيرة وتحطين تفتحينها على كيس نايلون، هيجي تفتحينها وتسوين هيك بيدك تصير خفيفة، وتخلين الحشوة وتجيبين الطبقة الثانية وتحطينها فوقها، وهم تسدين الأطراف مالها
هسه هاي سويت شنو؟ هاي سويت شلون الهلال، يعني تقريبا نص الكبة الموصلية هاي سويتها. وسويت الموصلية بس كلش طيبة، صارت خفيفة وحلوة وطعمها كلش طيب. هسه شوفوا قصيتها قدامكم وراح اسويها. وهاي قدامكم فتحت الكبة الموصلية، فتحتها بالكيس النايلون وفرشتها كلش وخليت الحشوة. والنوب الطبقة الثانية هم فتحتها وهم جبت وقبقتها فوقها. سويت بيدي اسد الاطراف واطلع الهواء، اطلع الهواء على مود الكبة ما تنفتح، وما سلقتها يعني تتقلى هيجي تستوي، ما حاجة تسلقينها بعد. شوفوا هسه قدامكم راح ألفن الكبة هلال أسويها. شلون الهلال؟ سويت شوية أنا والباقي كبة موصلية. وسويت كبة مال تمن أو كبة حلب، كيفكم بعدتم شو تسمونها. شوف حبايب شلون سدين الأطراف، سدينها على مود ما تنفتح، بس ما تعبت ولا انفتحت بالقلي ولا تعبتني، وحتى باللث ما خذيت وقت هواي، لأن الكبة الموصلية كبيرة وهاي هم كبيرة. شوفوا هاي هم عادي، حتى لو تحسين ما اجى عدل، شوفوا نوبة تعدلينها بيدك وتسدينها وما تعب كلش، لأن الشنقة تسوينها أو الكمية كبيرة فبساعة تلفينها. كبة التمن سويت لها، خليت ويا التمن عدس، بس ما تتصورون شلون طعم يخبل لكبة التمن العدس، خلاها مقرمشة يعني مكسبة تخبل وطعمها كلش حلو. وعلى فكرة حتى شقلت أنا قلت هسه أنا مسوية نوعين كبة، خاف ما يكفي هذا الحشو. حتى لو تسوين الكبة مالت التمن قليلة الحشوة مالتها، تصير هي الطعم مال التمن حلو يخبل مكسبة وطعمها كلش حلو. يعني كلش تعجبوا عليها بالبيت، قالوا كل مرة تخلي لها شكل، مرة خليت لها حمص مجروش ومرة خليت لها. وهاي حبايب الكبة مالت الموصلية، شوفوا جمالها وقليتها، لا تفلشت ولا تعبتني. خاف واحد يقول خاف ما تستوي إلا سلق، لا قليتها هيجي. وهاي عجينة التمن عجينتها محضرة الطعام، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. سويت كمية ومميتها بالفريز. وكبة الموصلية ما سويت هواي، سويت شوية، قلت أريد أشوفها تنجح، والحمد لله والشكر نجحت. وقليت وحدة راويتكم إياها، بس كبة التمن ما قليتها لأن هواي مسويتها، بس كمال للفيديو. وهاي حبايب كبة التمن، وهذا فيديونا لهذا اليوم، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وركعتين للسيدة زينب وتهدينها وتحلفينها بالحسين، وإن شاء الله تقضي حاجتك. والطلاب خاف ما يقدرون هم يصلون، خل صلي الأمهات، صلي لها. شوفوا جمالها شلون خفيفة، ومع ألف سلامة.